السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين، يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي حضرت عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة أنا كنت رايحة أشتري يعني خضار كده عشان الفطار، فلقيت ابني بيرن عليا في المدرسة: ماما تعالي خديني، أنا تعبان والدنيا كانت مطرة، بس حبايبي المطرة غرقت الدنيا خالص. أنا أصلا كنت في الشارع، فجاب التليفون، لقيت ابني بيتصل بيا من رقم المدرسة بتاعته: ماما تعالي خديني. يعني كنت لسه هشتري، سبت اللي في ايدي ورحت له طبعا، لان الدنيا كانت مطره وغرقانه. بص الشوارع عامله ازاي، يعني كنت ماشيه بالعافيه. رحت خدته وروحته عشان بس ما يتعبش، ورجعت انا. يعني جبت الطلبات، جبت شويه بتنجان وبطاطس وفلفل اعملهم لهم على الفطار، والحمد لله. بصوا عامله الشوارع ازاي يا جماعه، بصوا كانت مطره شديده النهارده، حتى انا حاسه نفسي تعبت، حاسه نفسي جالي دور برد، مش عارفه، حاسه عظمي تعبني خالص. مش عارفه ده من الشجع ولا ده من ايه بالظبط، مش عارفه والله يعني. بس يعني انا حاسه نفسي تعبانه، يعني مش عارفه، مش مرتاحه كده، يعني مش عارفة ده من ايه بالظبط. يعني حاسة نفسي مضغوطة زيادة عن اللزوم، حاسة ان عليا التزامات كتيرة، حاسة ان المسؤولية زادت عليا خالص خالص. عاوزة كده يعني اروح في حتة فاضية ما فيهاش ناس واقعد اصرخ واصرخ واصرخ، اطلع الكبت اللي جوايا واطلع يعني الكتمة اللي جوايا دي. مش عارفة اعمل ايه. انا فعلا محتاجة ان انا حاسة نفسي في ضغط شديد جوايا. مش عارفة، ساعات بلوم نفسي واقول ايه اللي حملك المسؤولية الشديدة دي لوحدك؟ ده بيبقى يعني أسرة مكونة من أم وأب، وبيبقى معاهم مثلا عيلين أو 3 وبيشكوا من المسؤولية الشديدة، ما بال أنا و5 عيال، كل واحد بمشاكله وكل واحد بطلباته وكل واحد بمسؤوليته. ساعات بقعد ألوم نفسي وأقول ايه اللي عملتيه في نفسك ده؟ وبعد كده أرجع أقول طب والأطفال دول ذنبهم ايه إن أنا أسيبهم مع حد مش أمين يبهدلهم ويشردهم وأنا أتحاسب عليهم وأشيل ذنبهم؟ بس يا جماعة أنا فعلا حاسة نفسي مضغوطة وتعبانة، جوايا حاجات كتيرة مش عارفة أطلعها، جوايا كبت شديد. عيالي برضو مهما ان انا اوضح لهم واقول لهم يعني احنا ظروفنا ما تسمحش لاي مثلا حاجة تشوفوها مع حد وتطلبوها مني، بس يعني بحسهم ان هم برضو مش فاهمين معنى الكلمة دي، او مش مقدرين. مش عارفة والله اقول ايه، يعني هل هم مش فاهمين عشان لسه صغيرين وعايزين برضو زيهم زي اللي اي عيل بيشوفوه برا؟ انتوا فاهمين يا جماعة انا اقصد ايه؟ متخيلين ان في مناسبة زي دي رمضان والعيد اما يكونوا عيالي قاعدين يعني ملهمش حد خالص 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 بيسأل عليهم ولا يحسسهم ان في مناسبة؟ إيه يعني صعبة. انا عن نفسي يعني فقدي لوالدي ووالدتي دول مأثرين فيا جدا. انا برضو كانت عيشتي مختلفة وانا عايشة مع والدي الله يرحمه. بعد ما توفى الدنيا اتلخبطت معايا خالص، كل اللي كان في نيته حاجة وحشة طلعها في العلن، ما استناش، كأني كان شايل عني حمل جبل من الناس اللي نيتها مش كويسة. كل اللي كان جواه كلمة وحشة ليا طلعها، كل اللي كانت نيته وحشة من ناحيتي طلع الأفعال الوحشة كلها، محدش بيجي يهمه.
أنا مصدومة في كل الناس. عشان كده أنا واخدة جنب بعيالي وبنبه على عيالي دايما. حتى وصل بيا ان انا اقولهم ما تصاحبوش حد في المدارس اللي انتوا فيها. بيجي عندي سوء نية من اي حد تجاه اي حد، بخاف منه. بنبه على عيالي وانا ما بقيتش يعني بحب اختلط بحد، ما بحبش يعني بقيت ابقى في حالي. انا شفت كتير من الدنيا، اتصدمت في اكتر ناس كنت فاكراهم سند ليا. اتصدمت صدمة عمري. اتبعت والله العظيم، اتبعت بالرخيص واتجالت لي في وشي في العلن. ان انا يعني ماليش اي لازمة، وان انا خلاص كل اللي عملته راح. كل اللي عملته مع الناس دي راح واتنسى. باعوني وأهانوني وعملوا فيا اللي ما يعملهوش كافر في مسلم. أنا تعبانة وزعلانة ومصدومة من أكتر ناس كنت فاكراهم هيبقوا سندي بعد ربنا وبعد أهلي اللي فقدتهم. دول أكتر ناس ظهر منهم غل وحقد وكره وإهانة وذل. يا جماعة معلش، أنا مش عارفة، أنا جايالي خنجة خصوصا يعني في الأيام دي، جايالي خنجة كده مخلياني منغصة عليا حياتي، مخلياني مش عارفة استمتع بالأيام الحلوة دي. مش عارفة، أنا شايلة برضو مسؤولية من جبل. والله بتبقى أسرة كاملة ما تقدر تتحمل المسؤولية اللي أنا شايلاها. ورغم كده بقول يا رب يا رب، وعندي أمل في ربنا إنه يصلح حالي ويعدل أحوالي من حال لحال أحسن إن شاء الله. بس يعني أنا برضو ما تلوموش عليا في كلامي ليكم ده يا جماعة. أنا بفضفض معاكم بس من خنجتي، أنا غصب عني إن أنا بتكلم بالطريقة دي، غصب عني. اتحملوني إن أنا بفضفض معاكم. أنا ماليش حد أفضفض معاه ولا أطلع ضيقتي معاه. أنا بقيت منعزلة عن كل الناس. عيالي طلباتهم كتيرة والله العظيم طلباتهم كتيرة. دروس، طلبات مدارس. العيل بيشوف العيال معاهم في المدارس بياخدوا مصاريف، يجي يقولوا يا ماما احنا عايزين مصروف زي زمايلنا، وانا مش في مقدرتي ان انا ادي مصاريف يوميا. ده حاجة مستحيلة صعبة. بس بيصعبوا عليا لما يلاقوا حد من زمايلهم معاهم مصروف بيشتروا وهم ما معهمش، بيجوا زعلانين يا ماما احنا عايزين مصروف، يا ماما احنا عايزين مصروف. فبيبقى انا من جوايا بتضغط وبزعل وبحزن وبتقهر ان انا مش قادرة البي طلبات العيال دي. وفي نفس الوقت بقول يا رب قعدتهم معايا احسن من انا اسيبهم مع حد مش امين يبهدلهم ويشردهم. يا جماعة انا مهما كانت ظروفي صعبة انا باخد بالي من ولادي. انا حتى لو مش بلبي لهم طلباتهم بس انا باخد بالي منهم، لكن غيري مش هيبقى قلبه عليهم، هيسيبوهم وهيشردوهم. فأنا طالبة منكم بس تدعولي دعوة بظهر الغيب في الأيام المباركة دي. تدعولي بالله عليكم ربنا يرزقني برزق عيالي علشان ألبي لهم أي طلب هم يطلبوه مني. بالله عليكم تدعولي بظهر الغيب ربنا يفرجها عليا ويرزقني برزق عيالي عشان خاطرهم هم بس. أنا نفسي يطلبوا مني أي طلب وألبيهولهم. نفسي أفرحهم، نفسي أخليهم فرحانين. الحمد لله رب العالمين.